السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اخواتي وحبايبي عاملين ايه؟ تحية خاصة لكل من يشاهد قناة مصطفى السلامة من مصر او من خارج مصر او من اي دولة عربية. تحية خاصة لاخواتنا المغتربين. انا عملت الفيديو دوت علشان ارد على احد التعليقات. في شخص حلو جدا ومعلق لي: انت بتشتري الحمام برخص التراب وبتبيعه غالي جدا. تمام. اولا انت قبل ما بتجيب لي الحمام انا بوجه لك الكلام مباشره، لان انا وانت عارفين بعض. قبل ما بتجيب لي الحمام تكون عرضته على الفيس، ما تباعش ترجع تجيبه لي. ثانيا انت لما بتكون شاري مني جوز الحمام ولا الحمام اللي انا اشتريته منك هو اللي تشوفه في الفيديو او مش هو، دي حاجه ترجع لك. الحمام اشتريته مني مثلا، خدت مني جوز حمام ب 200 جنيه، جيت زهقت منهم حبيت تبيعهم لي، بسألك هتسيب فيهم كام؟ واغلبيه اللي اتعاملوا معايا عارفين بكده كويس جدا يعني. بقول لك هتسيب كام؟ فانت اللي بتحدد. وانا لما قلت لك هتسيب كام قلت لي هسيب في كل جوز 50 جنيه، صح؟ عشان نبقوا متفقين بس. ثانيا لما اخد منك الحمام المفروض اخده بريشه زي ما انت واخده مني. مش هلاقي الحمام انت نازله الجناحين وريشه ممشط. ومش هقول لك انا البياع الوحيد اللي اقدر ابيع لك المنتج واشتريه تاني، لان انت جربه. ولو انا بشتري برخص التراب وببيع غالي، انت ايوه انت بتجيلي ليه؟ بتيجي عندي ليه؟ بتيجي تبيع لي ليه؟ وبتشتري مني ليه؟ اقول لك انا ليه. ان انت لو اخدت مني فرد حمام وطلع مش شغال بتجيبه بتغيره، اخدت طيره طلعت ما بتحصيش بتجيبها بتغيرها، يبقى فين الغالي؟ هقول لك انا بقى الغالي اللي هو ايه؟ اللي انت تعرض المنتج بتاعك على الفيس ويحدد معاك ميعاد وتقابله على محطة القطر مثلا يعني، او تقابله في اي مكان عام. هو كده معرفش بيتك، عشان لو المنتج فيه عيب مش هتقدر توصل له. كنت انا دايما بقول على القناة القديمة التانية: ما تشتريش ولا عن طريق فيديو ولا عن طريق صورة، اشتري المنتج هو في ايدك. تمام. في اخ برضه رد عليه في التعليقات قبل انا ما ارد عليه، قال له اولا ده بيع وشراء. واخونا خالد فتح الله برضه رد عليه قال له ليه هو الحمام المعروض ده بتاعك؟ اتمنى ان تكون التعليقات وصلت لك. تمام. وانا مش بشتري برخص التراب. لو انا بشتري برخص التراب مش بعد ما تعرض عليا المنتج وتعرضه وبعد كده بره ترجع تجيبوا لي بعديها ب3 ايام، يبقى انا كده بشتري برخص التراب. انت لو كنت لقيت ثمن اعلى مني كنت بعتهم. لو لقيت 5 جنيه بره اعلى كنت بعتهم، صدقني. اي حد انا بتعامل معاه بقول له انت هتسيب كام؟ طب ممكن معلش اسالكم سؤال في العموم؟ لو انت اشتريت مني جوز حمام ب 500 وانت ماشي في السكه واحد شبط فيهم وقال لك خد 600، بس بما يرضي الله هتيجي تديني ال 100؟ انا عاوز الاجابه في التعليقات. يعني انت دلوقتي لو اخدت جوز حمام مني ب 500 جنيه وانت ماشي في السكه واحد قلت له يسوى كام؟ قال لك يسوى 600. طب اديهم لك 600؟ انت قلت له لا، في النهايه انت هتديهم له، هتيجي تديني الزياده؟ اتمنى فعلا الاقي رد في التعليقات. تمام. لو انت هتوافق تديني الزياده اللي انت بعت بيها ولا لا. واقول لكم على حاجه كده: جوزين الحمام اتباعوا اهو. ده بس كده رد في السريع.
واغلبيه اللي بيتعاملوا معايا عارفين انا بتعامل ازاي. انت براحتك. واظن اللي جربت بره، ولما جربت بره رجعت لي، وجربت شغل الفيس، في جاب معاك نتيجه وفي ما جابش نتيجه برضه رجعت لي. تمام. الرساله وصلت. والمعلومه ليك بقى اخيرا، انا ممكن يجي لي واحد مثلا عاوز معاه شاري فرد حمام من بره وجاي يبيعه لي، انا بساله انت عاوز كام؟ مش انا اللي بحط السعر. بعد هو ما يحط السعر بتاعه بفاصل معاه، وافق باعهولي، مش بفاصل اللي انا بموت تمن الحاجه. لا، بس بما يرضي الله. المهم اشتريت منه المنتج وانا كسبت فيه، ممكن اكسب فيه كويس جدا. هل انا اروح اديله المكسب اللي انا كسبته؟ ليه؟ الحمام هنا بياكل زلط ولا بياكل طوب؟ والكهرباء ببلاش، والوقفه والشغل ببلاش. يعني انت بعد ما تخلص السنه دي الدبلوم هتشتغل ببلاش. عشان ما اطولش عليكم بس، على العموم اشوفكم على خير. وفيديو النهارده بالليل هيبقى فيديو حلو، في حمام برضو باسعاره في متناول الجميع. اشوفكم على خير في فيديو جديد. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم.